خليني أفهم الآن الموقف الروسي الذي أبدى اعتراض رسمي وعلني على الاعتراف الأمريكي. هل الاعتراض فقط لأنه أتى من أمريكا سيد أنتيكوف، أم لديكم موقف أوضح تجاه الصحراء؟ وكم يعني ستربح أو ستخسر روسيا من عدم اعترافها بهذه السيادة؟ بالتالي إذا ما قارنا بما ستربحه أمريكا بعلاقتها مع المغرب وهذه المنطقة المهمة بالنسبة للجميع. المشكلة هي أن أو روسيا قالت أكثر من مرة بأنها متماسكة بالقرارات لمجلس الأمن للأمم المتحدة، فيجب أن يتم تنفيذ تلك القرارات، وتلك القرارات تنص بكل وضوح إلى ضرورة إجراء الاستفتاء في تلك المنطقة. هذا الشيء لذلك روسيا لم توافق على هذا القرار الأمريكي، وروسيا تعتقد بأن يعني هذا القرار قد يؤدي إلى تصعيد في تلك المنطقة ليس أكثر. يعني بصراحة هذا القرار لا يغير شيء على الأرض، لا يغير شيء من وجهة النظر القوانين الدولية. على كل حال هناك قرارات لمجلس الأمن موجودة ويجب أن يتم تنفيذ هذه القرارات. ربما نحن بحاجة إلى أساليب الجديدة، إلى وصفات الجديدة للتوصل إلى هذه النتيجة، ولكن لا يمكن أن نقول بأن يعني الأوضاع في الصحراء الغربية هي في مأزق الكامل. على كل حال هناك بعض الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة للتوصل إلى النتائج المعينة. هذا شيء ثاني، يعني بخصوص هذا الاجتماع في مجلس الأمن للأمم المتحدة، أنا بصراحة لم أرى أي أنباء أو أي أخبار حول طرح مشروع القرار لمجلس الأمن للأمم المتحدة حول قضية الصحراء الغربية. فلذلك أنا لا أتصور كيف يمكن إثبات أو إقرار هذا القرار الأمريكي حول تلك المنطقة. على الأقصى ما يمكن أن نتوقع هو ربما تواصل إلى بيان الصحفي، إعلان الصحفي، ولكن على كل حال حتى إعلان الصحفي يحتاج إلى تصويت في إطار مجلس الأمن للأمم المتحدة. ولكن نحن نعلم بأن الموقفين متضاربين ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك أنا أشك بأن حتى سيكون هناك مثل هذا البيان أو إعلان الصحفي. لذلك يعني أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والإدارة القادمة، نعم إدارة بايدن برأي شخصي أنا لا أستبعد بأنها تلك الإدارة ستغلق عينيها على هذه القضية. لماذا؟ لأن نحن نتحدث ليس عن الخطوة الأحادية الأمريكية تجاه الصحراء الغربية. واضح تماما أنها كانت نوع من الصفقة، اعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات ما بين الرباط وإسرائيل وتل أبيب. طبعا يعني تبادل مصالح. لذلك يعني أنا وهو طبعا هذا القرار يربح لمصالح لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب ولإسرائيل، ولكن المشكلة هي أن هذه الصفقة برأي شخصي لدي شكوك بأنها ستسمح للإدارة الجديدة إدارة جو بايدن أن تتراجع عن هذه الصفقة، ويعني برأيك أنها لا يمكنها أن تتراجع؟ بس لا أفهم أن بايدن لا يمكنه التراجع؟ هيك رأيك؟ أنا أشك بأن بايدن يمكن أن يتراجع بسبب أن في حال سيسحب بايدن هذا القرار لدونالد ترامب، فسؤال لا يزال معلقا: كيف ستتعامل مع هذه القضية المغرب؟ وكيف ستتعامل مع العلاقات ومع تطبيع العلاقات ما بين المغرب وإسرائيل؟ كيف ستتصور؟ طيب خليني نروح بسرعة لواشنطن في ضوء هذه التحركات. أيوة شكرا لك. خليني نروح بسرعة لسيد توماس. سيد توماس، هل الكرة بملعب واشنطن ما زالت إن كان بايدن أو ترامب، أم قد قضي الأمر بالنتيجة؟ هي اتفاقية موافق عليها من طرفين، أعني اتفاقية التطبيع، وفيها بنود تربط الأطراف حتى بما فيها الطرف الأمريكي. بالتأكيد أنا حتى لا أكون لا أعمم الأشياء ولا أصنف الأشياء بمصنفات مختلفة. بالتأكيد هناك سيكون إعادة نظر، وليس إعادة نظر لا يعني تماما
رفض الشيء أو عدم قبوله شكلا ومضمونا. هناك بالتأكيد مصالح أمريكية مغربية ستؤخذ في الاعتبار، ولكن هناك كيف أيضا يعني مصالح معلش بتسمح لي وين الهامش اللي ممكن تغيير فيه برأيك؟ شو ممكن كيف يعني تاخذ شكل جديد ولا بنود جديدة؟ فيني افهم فكرتك اكثر. بنود جديدة، آلية تنفيذ القرارات. وبالتأكيد حتى أكون ليس هذا وجهة نظر، وليس هنا في جدل حول ما أتوقعه ولا أتوقعه، والمداخلات الأخرى من رباط وغيرها حول أن ما هو ليس تغريدة وليس هو مجرد تصريحات أو مكالمات تليفونية. بالتأكيد خلص خلينا نتجاوز الموضوع. لا أنا بدي أفهم فكرتك يعني. حتى أكون واضحا، هناك جيمس بيكر أحد القيادات الدبلوماسية، هناك شخصيات سيناتور أينهوف اللي هو رئيس اللجنة مجلس الدفاع الوطني، أيوة. مجلس الشورى. كل هذه الشخصيات لها بعض الاعتراضات لبعض البنود، فليس الأمر أبيض وأسود. هناك المزيد من الرمادية التي قد نتجاهلها في هذا التوقيت، ولكن بالتأكيد ستظهر مع مرور الأيام. دكتور عباس، ما رأيك؟ ماذا تحضر المغرب؟ لابد أنه في بلان A بلان B، نعم، أم تعتقد بأنه هذه الصفقة خلص it's a done deal؟ أولا أختي الكريمة، أنا أعترض على مصطلح الصفقة، لأننا في العلاقات الدولية لا نبرم صفقات، نحن في إطار علاقات محددة بنص القانون الدولي. هذا ذكره أخي الكريم من روسيا الاتحادية الذي نحترم من هذا الباب. فالمغرب دولة تحترم شرعية الدولية وتقوم بإبرام معاهدات واتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف. المسألة الثانية فيما يتعلق بسحب أو عدم سحب، يجب أن أبين للأخوين من واشنطن وكذلك من روسيا الاتحادية على أن الديمقراطيين لن يحكموا لوحدهم، فهناك توازنات بين الجمهوريين والديمقراطيين، علما أننا في النظام الأمريكي هو نظام تعددي حزبي، ولكن شاءت الممارسة السياسية على أن تظهر توازن القوى السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين. حتى المغرب له علاقات جد متجدرة، لكي يعلم أخوي الكريمين، مع الديمقراطيين ومع الجمهوريين. لم يثبت في حق المغرب على أنه انحاز إلى هذا الطرف دون ذاك، وبالتالي فالمغرب له علاقات جد طيبة مع جميع الدول، ولم يحشر أنفه في يوم من الأيام. طيب دكتور عباس، أنا رح يخلص وقتي، بس أنا بحس أنه في نقطة نعم في نقطة لو سمحت لي ربما من المفيد اليوم أن نسمع رأيك فيها. اليوم عندما يقال لك إن كان بالرأي الروسي أو بالرأي يعني موجود موضوع على الطاولة، أن هناك في قرارات للأمم المتحدة، الأمم المتحدة تقول علينا أن نجري استفتاء لنقرر ليتم تقرير المصير. وضح لي، أنت ذكرت أكثر مرة المغرب كان جدا لين، ممكن توضح لي النقطة بوجهة نظركم؟ القرار الأممي الأخير الذي صدر عن مجلس الأمن لم يتحدث عن استفتاء ولا تقرير المصير، تحدث عن الواقعية، تحدث عن الجزائر 5 مرات، تحدث عن ضرورة حد لهذا النزاع، وبالتالي فحق الفيتو تملك 5 دول، ومن ال5 دول الكل يعلم على أن للمغرب علاقات جد متميزة مع جميع هذه الدول. الآن هناك مسار جديد في مسار هذا النزاع المفتعل الذي سيسير إلى الحل، أراد من أراد وكره من كره، لأن الشرعية الدولية هي التي ستكون الفيصل في آخر المطاف. طيب. أن نعمل الفيتو ضد قرار من أجل تسوية النزاع، لأننا لنا طبيعة الحال مجموعة من الأواشج الموالاة مع معسكر من المعسكرات، هذا شيء إيديولوجي لا يجب أن نسقطه ونرجع بالأذهان إلى نهاية الاتحاد السوفيتي. طيب. ل 91 و900 بعد الألف. طيب. هذا زمن الثنائية القطبية قد ولى أختي الكريمة. نعم. هذا من الرباط دكتور عباس الوردي، أستاذ علاقات دولية في جامعة محمد الخامس، مرحبا بك. ومن واشنطن عبر سكايب كان الأستاذ توماس جورجيسيان، الباحث السياسي المتخصص في الشؤون الأمريكية، شكرا لك أستاذ توماس. ومن موسكو أيضا الأستاذ أنري أنتيكوف، الكاتب الصحفي في جريدة إسفيتسيا الروسية، شكرا جزيلا لمشاركتكم جميعا بغناء وإثراء هذا النقاش. السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا الكرام في خبر جديد.
وجه الملك محمد السادس رسالة إلى الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، عبر فيها عن ارتياحه لمضامين الاتصال الهاتفي الهام الذي أجراه معه يوم الخميس 10 ديسمبر الجاري، وما طبعه من حوار مثمر وتفاعل متبادل حول موقف المملكة المغربية الثابت من القضية الفلسطينية والتزامها الدائم والموصول بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وقد جدد الملك في هذه الرسالة التأكيد على ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع. ونهوضا من العاهل المغربي بأمانة رئاسة لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فقد أكد في هذه الرسالة أنه لن يدخر جهدا لصيانة الهوية التاريخية العريقة لهذه المدينة المقدسة كأرض للتعايش بين الأديان السماوية، وسيواصل الدفاع عن الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية للأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى. كما أكد الجالس على عرش المملكة أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة، وأنه سيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق وتماشيا مع ما تم الاتفاق عليه بين القائدين، أبلغ الملك الرئيس الفلسطيني بأنه سيتم قريبا دعوة لجنة القدس للاجتماع في دورتها 21 بالمملكة المغربية للانكباب على دراسة السبل الكفيلة بتعزيز الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريفة والإسهام في صيانة حرمة معالمها التاريخية والحضارية ورمزيتها الروحية وهويتها الدينية. وفي نفس السياق سيتم في الفترة القادمة تحيين هياكل وكالة بيت مال القدس الشريف، وذلك في أفق إعطائها نفسا جديدا يمكنها تحت إشراف الملك الشخصي من مواصلة إنجاز خطط وبرامج ملموسة صحية وتعليمية والسكن وكل ما يرتبط بالميدان الاجتماعي لفائدة الساكنة الفلسطينية بمدينة القدس. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا دائما بكل جديد. إلى اللقاء.